في الفيديو ده هقدم لك كورس على طبق من ذهب بدون اي مصاريف، بيتاخد باسعار غالية جدا. هعلمك فيه ازاي تعملي الاسبونج ويطلع معاكي بالشكل الاحترافي ده من غير ما تستخدمي سبونج جاهز، وازاي تسويه ويطلع معاكي تحفة فنية كده، وازاي كمان تعملي الكريمة متماسكة وناعمة وتعملي التجزيعة اللي بره دي بكل سهولة، وكمان ازاي تقطعي الفاكهة بشكل جميل وازاي تختاريها وتطلع معاكي تورتايه بشكل احترافي رائعة كطعم وكشكل، وتكلفتها اقل بكتير جدا من اللي انت بتشتريها جاهزة، ومش هتضطري تشتريها باسعار خرافية. محتاجة منك لايك وشير وتتابعيني للنهاية. الاسبونج الفانيليا بتاعي انا كان عندي ربع سبونج فانيليا جاهز، فانا هستخدمه وهزود معاه ربع سبونج انا عاملاه بالمقادير اللي قدامك دي بالظبط. طبعا الصينيه اللي انا هعملها هتاخد ضعف المقادير دي، بس انا عشان كان عندي ربع سبونج فانا مش هرميه طبعا، استخدمته. حطيت كل المكونات كلها على بعضها في العجان زي ما انت شفتي كده، مع معلقه المحسن الكيك الجل، وهي دي المكون السحري اللي هيخلي لي السبونج بتاعي في حته تانية خالص. وما تقلقيش، هو حاجه مش مضره صحيا ولا حاجه، احنا بنستخدمها بنسبه معقوله بالنسبه للمكونات اللي احنا بنعملها. ده سبونج الفانيليا بتاعنا. بالنسبه لسبونج الشوكولاته المقادير كلها قدامك على الشاشه، انا حطيت برضو كل المكونات على بعضها. طبعا ما كانش عندي سبونج الشوكولاته ولا حاجه، فانا عملت المقدار بتاعي كامل يدوي زي ما انت شايفه كده. انا مشغله العجان بتاعي على سبونج الفانيليا، وبدات اضرب السبونج الشوكولاته بالمضرب بتاعي، سواء سبونج الفانيليا سبونج الشوكولاته، انا بضربهم بالمضرب على اعلى درجه. ولو لقيت الخليط تقيل معايا بزود له شويه ميه صغيره زي ما انت شفتي، عشان الخليط بتاعي يطلع هش ويطلع خفيف ما يطلعش تقيل. ده القوام النهائي اللي انا محتاجاه بعد ضرب حوالي 6-7 دقايق. ده بالنسبه للسبونج الفانيليا. بالنسبه لسبونج الشوكولاته اتاخر معايا شويه، علشان احنا كنا بادئين في سبونج الفانيليا الاول، فبالتالي احنا لسه سبونج الشوكولاته ما وصلناش معاه للنهايه. بنضرب كويس قوي، ولو سمحتي ما توقفيش العجان بتاعك ولا المضرب في نص المده عشان ما يعملكيش فراغات هواء كبيره جوه السبونج بتاعك. وخدي بالك دي تركايه مهمه قوي. انا كده السبونج بتاعي جاهز، القوام بتاعه رائع. ادي الفانيليا وادي الشوكولاته. جبت يا ستي صاج الومنيوم عندي، حطيت جواه ورقه زبده، جوه ورقه فويل بشكل اوسع كده، علشان انا هعمل في طوق مقاس 30 في 30. الطوق ده انا بليته من بره بسيط قوي كده بشويه ميه، مشيت ايدي عليه كده بميه مبلوله، علشان لما اعمل عليه الفويل بالشكل اللي انت شايفاه ده يلزق عليه ويغطيه ويبقى كانه صينيه كامله. يعني انا لو عندي الطوق ده هعمل فيه، عندي صينيه هعمل فيها، انا بمسح بايدي على الطوق من بره بشويه ميه. الميه دي بتخلي الفويل بتاعي يلزق بالشكل اللي انت شايفاه، وبقت صينيه تمام معايا اهو. انا معايا خليط الاسبونج بتاعي هفضيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. نفس الخليط ده لو انا عايزه استخدمه في صينيه مدوره وتبقى صينيه عاليه هستخدمه في صينيه مقاس 22. لو عايزاه في صينيه عاديه خالص يبقى مقاس 26، هيطلع لي 3 طبقات عاديين زي تورته المحلات. لكن انا عاملاها تورته مرتفعه، وعامله فيها مقدار لو احنا هنشتري جاهز نص سبونج فانيليا ونص سبونج شوكولاته. ده المقدار بتاعي، لكن انا عاملاه بيتي زي ما انا قلت لك، ومستخدمه محسن الكيك الجل. انا فضيت الخليط جنب بعضه بالشكل اللي انت شايفاه ده بالراحه، شويه من هنا وشويه من هنا، وسويتهم بالشكل ده، وحاولت ان انا اخلي سطحهم املس على قد ما اقدر يبقى متساوي. وحطيت على وشهم ورقه زبده، عشان ورقه الزبده دي هي اللي بتاخد الطبقه اللي بتبقى لازقه على وش الاسبونج. اتبقى معايا شويه سبونج صغيرين، حطيت لهم معلقتين زيت وقلبتهم بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهيطلع معايا كيكايه حكايه. ممكن اعمل بيها تريلاتشا وممكن ناكلها كده. دهنت الطواجن بتاعتي دهنه زيت صغيره، وحطيت خليط الاسبونج اللي فاضل عندي. وفي الوقت ده انا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180. بدخل الاسبونج في الاول على درجه حراره 180، وبعد 10 دقايق بهدي النار واخليه على 160 عشان قلبه يستوي كويس قوي من غير ما ياخد لون جامد من بره. غطيت برضو وش الطواجن بتاعتي زي ما انت شفتي كده، ودخلتها استوت. الطواجن اخدت معايا 30 دقيقه او 25 كمان، لكن الاسبونج اخد معايا وقت اطول شويه. بصي اختبرته بالسكينه من المكان ده ومن المكان ده عشان اتاكد ان ده استوى وده استوى. ممكن تختبريه بخله الشيش طاووق. بصي سبونج الفانيليا بيعلى عن سبونج الشوكولاته، ده الطبيعي عادي، هو ده شيء ما بيقلقناش. كده كده هنسوي في الاخر. بصي ورق الزبده بتاعي طلع بالوش بتاعه اهو، والتسويه بتاعتي رائعه وممتازه، والكيك هش وخفيف وزي الفل. طبعا انا لازم اسيبه يبرد تماما قبل ما ابدا ان انا اقطعه واجي جنبه، بس انا بوريكي اهو الاسبونج كان عامل ازاي. انا بقى غطيت الاسبونج بتاعي كده عشان وشه ما ينشفش،
وسبته لما برد تماما. لما برد تماما بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، هبدا اشيل ورقه الزبده اهي، طلعت لي باي زيادات فوق الكيك انا مش عايزاها، هي بتاخدها معايا وهي طالعه. هبدا اسلك احراف الكيك من الطوق كويس كده علشان اطلعه، وهيطلع معايا بكل سهوله. طالما الكيك برد بيطلع معايا بكل سهوله يا جماعه، والافضل تبيتيه ليله في التلاجة، بيطلع معاكي رائع. لما بيبات معاكي ليله في التلاجة بيطلع يتقطع معاكي بكل سهوله، بيبقى الفروله بتاعته اقل. انا جبته بقى كده بعد ما برد معايا تماما، وقلبته على شبكه تهويه وحطيت ورقه زبده، وقلبته على الناحيه التانية وشلت ورقه الزبده اللي في ارضيته، بقى بالشكل الرائع اللي انت شايفاه ده. جبت منشار الكيك بتاعي، انا عامله الطبقات سميكه، تقدري انت تعملي الطبقات اقل مفيش مشكله. وهبدا ان انا اقطع الكيك بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده بالراحه خالص. للامانه انا ما حطيتوش في التلاجة، لو انت حطيتيه في التلاجة الهري بتاعه ده هيبقى اقل. انا لما فتحت من جوه لقيت الكيك مش نصين بالظبط، بس عادي، انا بالنسبه لي جميل جدا. كنت عايزه الشوكولاته اكتر، والحمد لله جت من عند ربنا، الشوكولاته تخرت الفانيليا. بصي بقى الكيك بتاعي قد ايه هش ورائع. الكيك بتاعي كان فلافي كده وتحفه تحفه تحفه. انا استخدمت كريمه ميلكي من دكتور بيكر، دي كريمه خفق بالسكر جاهزه، انا مش بحط لها اي حاجه. لو انت عايزه تستخدمي كريم شانتيه او كريمه باودر هتلاقي طريقتها في الفيديو بتاع التريليتشا. انا المره دي استخدمت كريمه دكتور بيكر. بصراحه يا جماعه الكريمه دي في التورت روعه روعه روعه، خفيفه جدا، طعمها كانك بتاكلي قشطه كده هشه، سكرها مظبوط، مش بتحتاج مني اي حاجه غير ان هي تبقى بارده كويس قوي، واضربها في العجان، والعجان كمان يكون الوعاء بتاعه بارد، يعني بدخله التلاجة شويه. وجبت طبق فيه شويه تلج اهو، وحطيت فيه الكريمه عشان الكريمه ما تسحش مني اثناء ما انا بحشي وبزين، علشان طبعا الجو اليومين دول حر جدا جدا جدا. لو انت بتشتغلي في تكييف مش هتحتاجي الخطوه دي. جبت كوبايه لبن، حطيت عليها معلقه واحده من الكريمه، وحطيت عليها معلقتين سكر، ودوبتهم سوا، وده الخليط اللي انا بسقي بيه الكيك بتاعي. وبدات احشي الكيك بتاعي، بحط طبقه من الكريمه كده وبفردها بالراحه. خدي بالك وانتي بتفردي عشان انا مش عايزه ابهدل الكريمه بتاعتي والهري بتاع الكيك ده يطلع عليها، فانا بمشي بالراحه كده. وجبت معايا الكيس بقى بتاع الحلواني ده، حطيت فيه كريمه، وهوريكي بقى انا هعمل بيها زي سور كده علشان لما احط الحشو بتاعي ما يطلعش بره وما يوقعش مني وما يعمليش مشاكل. فانا جبت الكريمه، قطعت حرف القمع كده، وبعدين عملت سور صغير، وحطيت بقى الطبقه الاولى، حطيت توبنج توت، وبدات ان انا افرده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هفرده بشكل متساوي على قد ما اقدر. طبعا انت تقدري تحطي الحشوه اللي انت بتحبيها بالشكل اللي انت بتحبيه. وجبت الطبقه التانية من الكيك وحطيتها، وهسقيها نفس ما عملت في الطبقه الاولى، برضو هي كوبايه لبن انا سقيت بيها الكيك كله. وبدات ان انا اسقي بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. وعملت الكريمه، انت تقدري تحطي بقى معلقه كريمه كبيره وتفرديها، او تعملي كريمه بالقمع كده لو انت مش بتعرفي تسويها كويس، بحيث ان الكريمه تبقى الى حد ما مفروده معاكي. وفردتها كده، وعملت برضو سور من الكريمه علشان الحشو بتاعي ما يقعش بره وما يبهدليش الدنيا. وبدات ان انا الطبقه دي احشيها بقطع من المانجا. طبعا احنا قلنا الحشو ده اختياري، الحاجه اللي انت بتحبيها، قطع من الفاكهه، تحطي كراميل، تحطي صوص شوكولاته، تحطي نوتيلا، اي حاجه. وحطيت جزء صغير من الكريمه كده عشان يلزق في الطبقه اللي فوق، وما المانجا ما تخليش طبقات الكيك تتزحلق من على بعضها. وحطيت الطبقه الثالثه من الكيك، وحطيت عليها التسقيه بتاعتها، وحطيت الكريمه، وبدات ان انا افردها. والطبقه دي انا حشيتها بالكراميل اللي انا نزلت لكم الفيديو بتاعه على القناه، وكان عباره عن كوبايه سكر ونص كوبايه كريمه وقطعه زبده. وفردت بقى الكراميل بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وحطيت عليه شويه عين جمل كانوا عندي. طبعا انا قلت لك حطي اللي يناسبك ويناسب ولادك ويناسب ميزانيتك. وحطيت بقى الطبقه الاخيره من الكيك بتاعي وسقيتها. خدي بالك التسقيه ما تبقاش كتير قوي في الصيف علشان الكيك بتاعك ما يتهريش وما يقعش. بدات ان انا بقى اسوي الجناب بالبواقي الكريمه اللي طالعه بره دي. انا لما بعمل كده بعمل ايه؟ بقفل المسامات بتاعه الكيك، فبالتالي الكيك اللي مهري بره ده خلاص هيتقفل عليه، مش هيطلع معايا تاني.
وبدات ان انا اعمل طبقه كده من الكريمه عليها بسيطه، علشان انا عايزه اقفل المسامات دي كويس قوي، مش عايزه اي هري يبوظ لي شكل الكيك بتاعي من بره. وبرده بعمل نفس النظام ده من فوق. عارفه انتي الراجل لما بيجي يمحر الشقه وبيطرطش الاول شويه اسمنت كده عشان يقفل بيهم المسامات الواسعه بتاعه الطوب، اهو ده بالظبط اللي احنا بنعمله. المرحله دي في تزيين التورته اسمها تجليس. انا بجلس مره الاول، بقفل المسامات بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده بدخلها التلاجة. وبعد ما دخلت التلاجة وطلعت وهي بقى باردة، ببدأ ان انا اجلس التجليسة التانية اللي هي التزيين بتاعي من بره بالشكل الاحترافي بقى اللي انا عايزة اعمله. وزعت الكريمه بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده من على الجناب وكمان من فوق. وخدي بالك ان انت لو عندك اي هري او اي زوائد على البورد اللي انت شغاله عليه تنضفيه قبل ما تحطي الكريمه دي. لازم لما تحطي الكريمه دي يبقى البورد نظيف والكيك من بره مفيش عليه اي هري من الكيك خالص، علشان ما يطلعلكيش على الكريمه اللي بره دي. اكون انا قفلت على الكيك كويس قوي. وبدات ان انا امشي على الكريمه من بره بالشكل اللي انت شايفاه ده، بحيث ان انا اسويها واشيل منها اي زيادات من الكريمه. يعني انا لو عندي كريمه زياده بشيلها، ولو حته ناقصه كريمه بزودها الحته اللي ناقصه كريمه. اللي انا ماسكاه في ايدي ده اسمه سكرابر. السكرابر ده موجود منه ستانلس وموجود منه بلاستيك عند الناس بتوع مستلزمات الحلويات. واللي في ايدي اللي انا بعمل بيها دي السكينه المشنشره عادي اللي انا بستخدمها عادي، انا بسوي بيها من فوق كده مفيش اي مشكله. انا سويت الجناب على قد ما اقدر. طبعا ده مش تزيين احترافي، انا لو بعمل تزيين احترافي هيبقى بشكل تاني خالص، بس انا بوريكي انت كست بيت بتعملي او اول مره في حياتك تعملي تورته هتبقى معاكي بالشكل ده كده. انا مش عايزه اعقدك ومش عايزه احسسك ان الموضوع صعب وان انا بعمل حاجه انت مش هتعرفي تعمليها. لا يا ستي، انا بعمل بالسكينه اهو المشنشره عادي، ولميت الكريمه معايا ومفيش اي زوائد خالص من الكريمه. ولميت كمان الكريمه اللي عندي الزياده اللي فوق وسويت السطح من فوق خالص. وجبت الفرشه بتاعتي، بصي الفرشه السيليكون. ما تدخليش الكيك التلاجة وبعدين تطلعيه تعمل الحركه دي، لا انا لازم اعمل الحركه دي والكريمه انا شغاله فيها عشان الكريمه تبقى الى حد ما سايحه شويه تعمل معايا التجزيعه الحلوه دي. وبالفرشه بتاعتك اللي موجوده في البيت، بصي انا مشيت وعملت حرف الكريمه بالشكل اللي انت شايفاه ده. تحفه تحفه تحفه. دخلي التلاجة. طبعا في الحر ده احنا بعد كل خطوه بندخل التلاجة. التزيين بتاعي انا جبت البرقوق وقطعته مربعات زي ما انت شايفه كده. انا اقدر ان انا اعمل لك تزيين احترافي وتقطيعات بقى احترافيه بالفاكهه، بس ليه هنعقد الدنيا؟ الموضوع سهل. قطعت شويه برقوق شرايح رفيعه خالص زي ما انت شايفه كده، وهوريكي دلوقتي احنا هنعمل بيهم ايه. يبقى انا عندي شويه برقوق مربعات وشويه برقوق شرايح رفيعه، والكيوي عملته بنفس النظام كده. وجبت المانجا بتاعتي تكون متماسكه، بعد اذنك ما تجيبيش مانجا تكون مستويه وطريه، انا عايزه مانجا متماسكه. وقطعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده برده مربعات كده. انا مش عايزه اعمل اشكال ما تقدريش تعمليها في البيت. وجبت حته مانجا كبيره قطعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وعملت فيها خطوط طولي وخطوط عرضي وقلبتها بس كده. بصي دي بسيطه وسهله جدا. جبت بقى كيس حلواني قطعت حرفه زي ما انت شايفه كده، وهبدا ان انا هحط فيه البلبله اللي انا هستخدمها. انا استخدمت البلبله دي موجوده عند كل الناس بتوع مستلزمات الحلواني، والكيس اللي انا مستخدماه ده اسمه كيس حلواني برده موجود وبيتباع كده بالقطعه، مش ازمه يعني. وبدات ان انا اعمل بالكريمه اشكال كده، اطلع لفوق وانزل واسحب، اطلع لفوق وانزل واسحب بس كده. ممكن تعملي زي شكل وردات كده جنب بعض برده، سهله مفيش فيها اي مشكله. انا بحاول اعمل لك اشكال بسيطه جدا تقدري تنفذيها بكل سهوله. وطلعت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبدا بقى احط الفاكهه بتاعتي بتوزيعه عشوائيه. ليه؟ علشان انا سهلت على نفسي وقطعت تقطيعه تساعدني ان انا اعمل شكل بسيط وجميل من غير ما احس ان انا في حاجه باظت مني. وزعت شويه مانجا عليهم شويه برقوق وشويه كيوي. وجبت بقى الشرايح الرفيعه اللي انا قطعتها دي، وبدات ان انا اعمل بيها شكل من تحت كده على حرف التورته زي ما انت شايفه. خلالي الشكل بتاعي رائع رائع رائع. طبعا انا اقدر اعمل الشكل ده جوه. جبت بقى العنب، قلت احط عنقود عنب، بعدين رجعت قلت لا مش هحط عنقود عنب، انا هحط وحدات عنب كده، وهجيب حته المانجا الحلوه بتاعتي دي احطها. وبعدين بعد ما حطيتها وبلفها لقيتها شكلها واطي كده مش عجباني. هنستسلم؟ لا طبعا. جبت الكريمه وعليتها بالكريمه من تحتها، لقيتها برده لسه ما ادتنيش الارتفاع اللي انا عايزاه. عليت تاني بالكريمه وبقت معايا بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده.
تورته روعه احترافيه سهله سريعه مش مكلفه، هتشتريها من بره التورته دي بالحجم ده مش اقل من 1000 جنيه عشان تشتريها من بره. اعمليها وادعيلي، وما تنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد.